بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. معانا إن شاء الله في الفيديو ده كشاف طوارئ أو كشاف شحن. الكشاف عندنا مش بينور لأن عندنا البطارية فضت، وعندنا الكشاف مش بيشحن. أنا مركب عندنا فيشة بتاع 220 وصلها عندنا بالكهرباء في المشترك. المفروض عندي اللمبة الحمراء دي تنور كده، بوصل اللمبة مش بتنور. طيب نفتح كده الكشاف ونشوف مع بعض كده المشكلة هتكون من ايه. هفك عندي الاربع مسامير دول، 1 2 3 4 كده. فكيت الكشاف وعندنا الفيشة وركبتها عندي هنا في الكشاف. وخلي بالي لما نوصل الكهرباء ما ينفعش ايدي تلمس عندي اي حاجة في الدايرة، ولا تلمس عندي اطراف البطارية، لان الدايرة دي دايرة غير معزولة، يعني بتكون فيها كهرباء وانا موصل الفيشة في الكهرباء. اول حاجة اعملها هقيس عندي هنا اطراف البطارية، اشوف البطارية عليها كام فولت او فيها كام فولت على اطرافها. ده طرف والطرف التاني اهوت. البطارية عليها 6.5 فولت. طيب الطرفين دول بعد المكثف كده بيكون في مكثف كيميائي اهوت. المكثف ده بيكون التغذية اللي بتشحن عندي البطارية بعد دايرة اللي هي الترانسليس. طيب هحط اطراف الملتيمتر على المكثف كده اهو، وامسك الطرفين كده الاتنين، واوصل عندي هنا الكهرباء بتاعت الكشاف، واخلي ايدي ما تلمسش عندي اي حاجة زي ما اتفقنا مع بعض علشان خطر الكهرباء. كده التغذية عندي هنا يعتبر 5.2. هجيب فيشة الكشاف بقى اهيت واوصل كده واشوف التغذية هتبقى كام. اقول بسم الله واوصل كده. كده التغذية الخارجة من دايرة الشحن 8.2. معنى كده ان عندي هنا مفيش مشكلة في دائرة التغذية. طيب في عندي هنا مشكلة تانية في الدائرة نفسها بقى. المفروض البطارية مقيسنا على التغذية على أطرافها 6.5 فولت، وعندي لما بنشغل عندي هنا الكشاف اللمبات مش بتنور. اللمبات عندي هنا ما نورتش هي. طيب فك عندي هنا الدايرة ديت ونشوف كده المشكلة عندي هنا في الكارتة نفسها. كده أنا فكيت عندي هنا البوردة من الجسم بتاع الكشاف، وفكيت عندنا جميع الاسلاك، وعارف الاسلاك اللي فكيتها اماكنها فين علشان لما اجي ارجع الكشاف كل حاجه ارجعها مكانها بالظبط. سبت عندنا بس اطراف البطاريه همت. احنا لما وصلنا الكهرباء وقسنا عندي هنا على المكثف الكيميائي اللي هو ده بتاع الترشيح اللي بعد الترانسليس، كان في عندي تغذيه هنا 8.2 فولت. اذا في عندنا مفيش عندنا مشكله في دايره الشحن. طيب المفروض ان في عندنا لمبه البين الحمراء ديت بتنور اثناء ما نوصل الكهرباء علشان تبين لي او تعرفني ان الجهاز او الكشاف بيشحن. طيب في عندنا مشكله. انا خدت فاصل هنا دلوقتي وانا بصور، وهنا عملت هنا فحوصات في جميع المكونات، قست كل المقاومات وقست كل التنصيلات كلها طلعت سليمه. ابتديت اعمل ايه؟ جبت عندي هنا ادابتور خليته على الوضع هنا مثلا 4.5 فولت. 4.5 فولت هنا بيديني كام؟ بيديني حوالي كام؟ هنا نسمع بعض كده. طبعا هيكون الجهد عندي هنا بدون حمل هيبقى كام؟ هيبقى حوالي 6.2 فولت. وصلت عندنا طرف التغذية ديت أكنها دخول 220، أو أكنها عندنا المكثف اللي هو ده. وفي بالمناسبة برضو للعلم بالشيء، المكثف دوت كده لو لاحظت المكثف هو الطرف السالب اهو والموجب اهو. الطرف الموجب اهوت واصل بالمقاومة اللي هي ديت اللي هي الفيوزية دي، والطرف السالب اهوت ركب معاهم. شوف النقطة دي والنقطة دي كده، دول كده اللي هو العنصر ده والعنصر ده كده أصدقائي، ده زنر ديود، ولكن شكله مختلف علشان ده يعتبر واط عالي. ممكن يكون مثلا 3 واط او 2 واط، غالبا يكون 2 واط او 3 واط. فعشان يتحمل معايا التيار اللي طالع عندي هنا من ايه؟ من المكثف او من دائره الترانسليس. يبقى اتفقنا ان ده ايه؟ زينر ديود بيثبت عندي التغذيه اللي خارجه من الدائره ترانسليس على كام؟ على 8.2 فولت. طيب لما وصلت عندي هنا اطراف الادابتور اللي هو دوت عندي هنا كده على الزينر دايود، طبعا ما ينفعش اخلي الفولت اعلى من اللازم علشان هنا الزينر ممكن يسخن معايا لو وصلت تغذيه اعلى من الزينر اللي هو قيمته كام؟ 8.2 فولت. الموجب هو عندي النقطه دي، والسالب هو هنا كده. قست عندي هنا التغذيه طبعا موجود عندي هنا اهيت على المكثف كده برضو، موجود على المكثف اهيت. طب لمبه البين ما نورتش ليه؟ المفروض اللمبه بتنور. طيب في عندي مكثف هو جنب اللمبه، والمكثف ده المفروض يكون عليه تغذيه. نقيس على المكثف ده كده، المكثف عليه تغذية اهو. طب نسعى الليد كده، الليد نفسه اللي هو الأحمر اللي هو ده أطرافه أهو، الليد ده ملوش تغذية أهوت. المفروض الليد يكون عليه تغذية مثلا على سبيل المثال 1.8 أو 2 فولت. طيب
ابتديت عندي هنا افحص كل المكونات، قست كل المقاومات عندنا في الدايره، كل المقاومات قستها، والترانزستور كلها برضو قستها، كل حاجه سليمه. تعالوا نتعرف مع بعض على حاجه برضو كده سريعا. ان عندنا هنا اللي بيحصل، عندنا هنا في 2 ترانزستور، اللي هو ده اهو وده اهو، دول هنا شغالين عندي هنا يعتبر سويتش ازاي؟ سويتش هنا وظيفتهم لما الكشاف يكون منور مثلا واحط فيشه في الكهرباء، الكشاف يطفي عن طريق ايه بقى؟ نبص مع بعض كده. الطرف السالب بتاع البطاريه اهوت رايح فين؟ ماشي كده كده، رايح فين؟ رايح على ايه؟ رايح على طرف من اطراف الترانزستور اللي هو ده. الطرف الموجب اللي عندي هنا بتاع البطاريه نمشي معاه كده اهوت، رايح فين؟ في فيوز اهوت، ده في كده فيوز اهو، فيوز زجاجي اهو. الطرف الموجب اهوت رايح على الفيوز ورايح على سويتش، على طرف المفتاح. المفتاح بيوصل النقطتين دول لدول، كده يعتبر وضع تشغيل. كده انا يعتبر مشغل النقطه دي، كده يعتبر عليها موجب اهيت، دي كده عليها موجب، رايحه فين؟ رايحه هي ده، هي رايحه فين؟ على طرف الليد او طرف التغذيه بتاع الليد. اذا عندي طرف الموجب واصل مباشره بالليدات، والطرف السالب يخرج عن طريق ايه؟ عن طريق ترانزستور ده اهو. الترانزستور ده بياخد الاشاره منين؟ بياخد ترانزستور مؤشره ده اهو، بياخد الاشاره ده، بياخد الاشاره من ده، دي بياخد الاشاره من ايه؟ بياخد الاشاره من المفتاح، ياخد الاشاره من ايه؟ من المجموعه ديت اللي هي بتديله اشاره ان في كهرباء واصله، فيفصل عندي الكهرباء اللي رايحه عندي الليدات. كده عرفنا على نقطه مهمه جدا. طيب نيجي نشوف مع بعض بقى العطل اللي انا وصلت له ازاي. زي ما قلت لحضرتك كده، ان عندي هنا لمبه البيان مش واصل لها تغذيه. ابتديت عندي هنا افحص البورد حته حته لحد ما اكتشفت ان في عندي هنا شرخ اهوت. نكبر الصوره كده ونشوف مع بعض. الشرخ يا اصدقائي واضح جدا اهوت اهو، الشرخ اهو، شايفين؟ قطع عندي المسار ده والمسار ده، او التراكين دول كده مقطوعين، وهم ده كده، هو ده كده السبب المشكله في الكشاف. لما اجيب الجهاز الملتيمتر على وضع قياس الصفاره مثلا اهوت، كده وضع قياس الصفاره اهوت، الطرف اللي هو فاصل اهوت، الطرف ده فاصل اهوت وده فاصل. لو جينا على النقطه دي كده اهيت ونقيس مع بعض هنا كده على الطرف اللي هو السالب، مش مدي قراءه اهوت هنا اهو، هنا كده مش مدي قراءه. الطرف التاني اللي هو ده اللي هو الموجب، اللي هو ده اهو، نقيس كده مع بعض برضه مش مدي قراءه عندي اهوت. ده كده السالب، وده كده، ده كده الطرف الموجب اهوت اهو، وده كده الطرف اللي هو السالب. لا ده مدي قراءة ولا مدي قراءة، لا بسبب عندي هنا النقطة ديت اهي، والنقطة اللي هي التانية دي. ده كده سبب مشكلة في الكشاف. بعد ما قست كل المكونات اتضح ان عندي هنا دي سبب المشكلة، ان عندي التراكين دول فاصلين اهم، ده وده. هوصلهم كده بكوية اللحام كده. عملت التراك اللي فوق بقطعة سلك شعر اهيت، نعمل التراك اللي تحت كده مع بعض اهوت قطعة سلك شعر برضو، علشان القصدير بس لوحدين ما ينفعش، مش كفاية. القصدير لوحده ممكن يفصل. هقطع بقى سلك الشعر اللي احنا وصلنا بيه ده كده اهو. كده وصلت التراكين بسلك شعر، والتراكين مش لامسين بعض اهمت. كده ازلت الرايش بتاع القصدير اهوت من اللحام. تعال نجرب مع بعض كده نوصل تاني الادابتور، ونوصل عندنا التغذية هنا اطراف الادابتور مكان ما وصلنا من شوية. الطرف الموجب عندي الخط الابيض دوت، وده هنا كده اهوت، اللمبة تبقى نورت اهيت. كده بقى لما نوصل عندي هنا البطارية دي كده، اللمبات او الليدات هتشتغل. نجيب عندنا كده البطارية، بوصل عندي هنا اطراف البطارية، الطرف السالب اهو والطرف الموجب اهو. هنجيب بقى عندنا الليدات ونوصلها كده. الليدات نور الليد نور اهوت. نوصل الطرف بتاع الليد التاني منورش، نعكس السوكت ده كده، نور التالت، منورش، نعكس السوكت كده هو التاني هينور معانا كده. نور معانا الكشاف، الاطراف كلها نورت اهي بتاع الكشاف، او اللمبات كلها نورت اهيت. نطفي كده من السويتش كده، كشاف طفي اهوت. كده احنا وصلنا للعطل او المشكلة كانت عندي هنا في التراكين اللي منفصلين دول،
وطبعا الوصلة ده ممكن الواحد يقعد يدور عليه، يقعد يدور كتير قوي في المكونات، وهو المشكلة تكون قدام عينيه ومش واضحة. هوصل بقى التليفون دول بتاع مدخل 220، عندي على النقطتين دول، نقطة اهي ونقطة اهي. كده وصلت كل حاجة زي ما كان. هبتدي اقفل بقى الكشاف زي ما كان بالظبط. كده قفلت الكشاف زي ما كان بالظبط. نجرب بقى كده تغذية 220. نوصل كده كشاف الكهرباء، اللمبة نورت اهيت. نشغل كده، نشيل الفيشة كده، الكشاف نور. نوصل الكهرباء تاني كده، كشاف طفي كده. الكشاف الحمد لله اتصلح تمام. هو طبعا كان عطله بسيط، ولكن ممكن يحير ناس كتير جدا جدا. احنا لازم نفحص البوردة كويس، لان الشرخة ده اللي احنا شفناه ده ما بانش معايا غير بعد ما وصلت البوردة بتنر وجبت العدسة وبصيت في البوردة، بعد كده ظهر معايا. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.